السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والورد والياسمين على الأطيب اللي في الدنيا، ربنا يسعدكم ويهنيكم ويجبر بخاطركم، شكرًا على كلامكم الطيب، وشكرًا على تشجيعكم ووقفتكم معايا، ودي حاجة مش جديدة عليكم، يا حبايب قلبي يا أطيب قلوب في الدنيا، ربنا يحقق أمانيكم ويرزق كل مشتاق، ويرزق كل بناتنا بالأزواج الصالحة، آمين يا رب العالمين، وربنا يحقق أمانيكم يا رب، وربنا يوفقهم وينجحهم، ويرزقكم من واسع، آمين يا رب العالمين. النهارده إن شاء الله كده روتين كله نشاط، كله طاقة إيجابية إن شاء الله، بدون ما أحفّز تحفيزي كده هو أنا قُلت صح والّا إيه؟ مش عارفة، تحفيزي؟ تحفيزي صح، دايمًا كده بنلخبط في الحروف. دلوقتي كده يا حبايبي زي ما أنتم شايفين كده أنا باغسل دول على إيدي عشان بيبقى عرقان أوي، عشان عندي الغسالة يعني بعافية شوية، الغسالة يعني يا دوبك تعتبر بتغسل بس كده، بتشطف يعني مش غسيل يعني بتعتبر بتشطف، بيكون في حاجة مبقعة بتاع باعملها في الأول كده على إيدي وبعد كده إيه أحطهم في الغسالة. باغسلهم بقى بالصابونة البلدي الجميلة جدًا طبعًا في تنضيف الغسيل أو المواعين حلو أوي، كمان أنا دلوقتي بقى يعني مش عارفة أغسل يعني دخلت شرطة كده في صباعي عملت لي مشكلة، يعني كنت مطنّشت يعني هي أنا هاحسبها طلعت اتقسمت نُصّين، النُص التاني يعني كان مقسومة جوّه الصباع وأنا ما باحسبهاش اتقسمت، فطنّشت، فالواحد الصراحة ما يستهونش بأي حاجة، حاجة بسيطة فبتعمل مشكلة كبيرة، يعني الواحد مش عارف يتملّك في الحاجة وعارف عارفة أعمل حاجة وكده عاملة زي العيال الصغيّرة اللي لسه بتتعلّم القضيان، حتى المواعين ابني قال لي: "خلّي المواعين يا ماما وأنا أعملهم لِك." أمّا جيت أعمل المواعين بعد الغدا مش خلاص صباعي هيولّع، يقول: "خلّيهم بالليل وأنا أعملهم." قُلت له: "يا ابني لسه هاخلّيهم بالليل." طبعًا كان عنده مذاكرة وكده. أنا قُلت له: "يا ابني لسه هاخلّيهم بالليل." الواحد طبعًا ي نفسيته ما ترتاحش إلا لمّا يلقى الدنيا رايقة حواليه، فطبعًا أنا عملتهم، فالصراحة الواحد ما يستهونش بأي حاجة، حاجة بسيطة كده يعني بعد كده يعني بتعمل مشكلة كبيرة، يعني الواحد مستهون بحاجة بسيطة أهو، واحد برضك مش عارف يعمل حاجة بتاع. الواحد يعني بيعمل حاجة بالعافية، يعني الواحد ما يستهونش بصحته، ما يستهونش بأي حاجة، حتى لو بسيطة، ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. فطبعًا دلوقتي يعني باحاول كده أتملّك كده وأعمل الحاجة، بس يالّا الحمد لله. بس طبعًا مهما يكون فينا إيه، برضك نعمل اللي ورانا مش هينفع طبعًا نقعد ونسيب اللي حوالينا، ده تعب النفسية أكتر من التعب الجسماني أساسًا. الواحد ما شايف الحاجة مكركبة حواليه يبقى تعبان نفسيًا، يبقى مش مرتاح. ربنا يديكم الصحة يا رب. مسكت بقى الفرش كده كله بقى أحُك على إيدي، وكمان الفرش بتاع الرُكنة التانية، وبعد كده أحطهم بقى في الغسالة أغسلهم، وأنا كنت عندي حبة غسيل بادية سِبتهم في الغسالة يتغسلوا قُلت على ما أغسل دُولة، على ما أحُكّهم كده يكونوا هُم اتغسلوا. طبعًا دول كان بقى مفيهمش بقع ولا بتاع، فحطيتهم في الغسالة على طول. عندي كمان حبة غسيل بقى منشورين هالمّهم وأنشر دول مكان دول أدعي عشان يخلّص كده على طول. يا رب كده الفيديو يعجبكم، وأتمنى كده ما حدش كده ينسى اللايك يا حبايب قلبي. أشكركم جدًا، جدًا، جدًا كل اللي بيشاهد الفيديو كذا مرة جزاكم الله ألف خير، وعلى التعليقات الكتيرة اللي بتعملوها عشان الفيديو يرتفع واللايك وكل حاجة بتعملوها جزاكم الله ألف خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، واللي بيشاهد بدرك القديم عشان يرتفع جزاكم الله ألف خير. أنا كده قرّبت خلاص أخلّصهم، طب أنا قُلت أعملهم كده وأنا واقفة على الحوض كده على طول عشان الواحد ما يكسّلش وهو واقف كده على طول سريعًا، أنا ما رضيتش بقى أحطهم بقى على الطبق وأقعد لسه في الأرض وبتاع، الواحد ما بيقعد خلاص بقى يكسّل، قُلت وأنا واقفة كده على الحوض كده على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا كده خلاص كده قرّبت أخلّصهم، هي الصراحة مباشرة كويسة يعني ما بتمسكش فيها البُقع، يا دوبك بس أمشّي عليها الصابون بتنضف على طول، عاملة زي السفنجة كده يعني حلوة أوي. دلوقتي كده بقى هالِم بقى الغسيل بقى المنشور وهاطبّقهم بقى على طول كده وهاطبّقهم كده وأنا واقفة كده على طول، عشان طبعًا الواحد
ما يكسّلش كده تكون واقفة. طبعًا أنا لمّا جرّيت الكنبة من عند البلكونة كده طبعًا هتتوسع لوحدها، بيتحرك كده براحته. كانت الصراحة عاملة لي مشكلة، آجي أعمل بقى أجُر الكنبة أرجّعها تاني، فكده يعني الحمد لله يعني إيه كده أحسن طبعًا. هاطبّق بقى وفي كمان لسه في لبس في الجنب التاني برضك ألمّهم بالمرّة على الغسيل يعني ده ليه يومين، يومين عَبَل ما نشف. أنا خلّصت الجنب ده بقى أجيب الجنب التاني، ألمّهم بقى كده مرّة واحدة عشان أنشر بقى على طول كده. طبعًا أنا غسلت كمان شوية هدوم غير المفارش اللي غسلتها قدّامكم، عندي حبّة هدوم يعني فيعني ما فيهمش مش مبقّعين يعني، فحطيتهم بقى في الغسالة على طول. كنت حاطة بقى كنت حاطة فوم غسيل قُلت عقبال ما أحُك بقى الفرش الكنب وكده يكون فومه في الغسالة إيه، اتغسل وأحط ده مكان دول عشان أخلّص على طول يعني إيه وأنشره، يلحقوا كده الشمسية. كده بقى لميتهم بقى كلّهم، هارصهم برضك كده على طول، برضك أول بأول كده، الواحد ما يكسّلش كده، أول بأول كده الواحد يعمل الحاجة، حتى الحاجة اللي هاعملها مش عارفة أعمل إيه خلاص الواحد هيكسّل. أنا مش عارفة كنت محتاسة باتلفت على إيه، باين العيال كان بيزعّقوا تحتيّا والّا بينقروا في بعض، أنتم عارفين العيال بيقعدوا ينقروا في بعض. نبقى كده هانشرهم، يا رب كده الفيديو كده يكون خفيف كده ولطيف على قلوبكم. أنا زغرودة هتقوم بقى أنا أكون أنا مخلّصة القضيان، دلع البنات ده اللي هتقوم بعد ما أخلّص بقى، يالّا مش مشكلة، يوم أجازتها بقى سايبها براحتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده البال كنت غسلاهم بقى في الأول شوية الهدوم، يعني أنتم عارفين لبس الشتا، نشيل ونحط، نشيل ونحط تحسّي كده أنا طبعًا بقى الصبح كده كنت بقى روّقت الدنيا، فأنا دلوقتي كده مكنسة مروّقة الدنيا. أحلى حاجة طبعًا في المدارس ديّة اللي إحنا بنصحى بدري ونخلّص قضياننا بدري، حتى يعني يوم الأجازة مش بنكسّل أوي، يعني ممكن ننام لنا ساعتين زيادة كده فبرضك بنقوم بدري برضك. طبعًا يعني قضيان البدرية دي منسية، تقومي بدري تخلّصي بدري، على بعد الضهر تكوني مخلّصة اللي وراكِ، كإنِّك ما عملتيش حاجة. نيجي بقى في المدارس بقى بنكسّل بقى، بننتقم من أيام المدارس، ننام براحتنا، نقوم براحتنا، ربنا يديكم الصحة. دلوقتي كده الشوية بقى اللي هم بتاع الكنبة خلاص كانوا اتغسلوا، قبل ما نشرت دول كانوا اتغسلوا، خلّصت، هانشرهم هم كمان كده بالمرّة، كده خلّصت بقى إيه من الغسيل. ما باحبش برضك الغسيل يتكوم أو يعني باغسل برضك أول بأول كده، حاسة إن لو كوم كده وقعد يوم بابقى متضايقة. حتى لقيت حبة غسيل بالليل كده باغسلهم وأقوم الصبح أنشرهم، المهم الواحد إيه ما يلقاش الحاجة مكومة قدامه، أنتم عارفين يعمل الحاجة تكون رايقة كده راحة نفسية. كده بقى الحمد لله كده خلاص خلصنا من هَم الغسيل الحمد لله.
وندخل بقى المطبخ كده ونشوف بقى هنعمل غدانا النهارده. غدانا النهارده كده يعني على قد ما نقدر كده يعني مش ما فيش حاجة اقتصادية دلوقتي، يعني على قد ما نقدر، بس حاجة بسيطة كدهَتي بطريقة بسيطة إن شاء الله تعجبكم. أنا كنت سلقت كده بطاطس، حبة بطاطس وسلقت معاهم بيضة، هاهرسهم كده هاعمل كده بطاطسة مسلوقة، هاحط لها بقى معاها كده التوابل بقى الفلفل الأسود وأحط لها كزبرة وحبة كمون، وكمان باحط لها بقى كده توم، يعني حوالي كده 4 فصوص توم كده وباهرسهم، بتفرق معاكِ في الطعم خالص، بتدّي كده طعم جميل للبطاطس. على معلقة سمن أحط كله كده مع بعضيه وأشوحهم كده بقى ادّيهم تشويحة كده مع بعضيهم كده. بس دلوقتي كده هاهرسهم بقى الأول، هاهرسهم بقى كويس كده، هاهرسهم كده بإيد الهون كده دي هتعمل معانا أسرع كمان من الشوكة. أنا بقى كنت حطيت بقى الفول كده يسخن، طبعًا الفول ده عاملاه في البيت، وأنا بقى حطيتهم مع بعضهم أهوّتي السمنة كده تسيح كده وأشوحهم مع بعض، وكمان كنت حاطة الزيت بقى كده سخن معايا بقى هاعمل بقى حبة طعمية. مقليهم، هنا بقى الطعمية خلاص استوت معايا بقى أطلعهم. قلبت بقى البطاطس كلها كده تبقى كانت تشويحة حوالي كده 5 دقايق متاخدش معاكِ وقت، بس أقلّبهم كده في النار كده ياخدوا كده من طعم بعض كده تبقى طعمها أجمل. دلوقتي كده هاسخّن بقى حبة العيش، ده باوريكم بصّة بقى على المتدمر مش عارفة باين معاكم والّا إيه، شوفوا وارم إزاي، يعني ده بقى طبعًا السبّابة ده يعني كلّه تحميل كلّه شغله التحميل عليه هو، يعني إحنا ما حدش يستهون بأي حاجة. هنا باسخّن العيش بقى كلّه، أقمّره أو أسخّنه، بس كده ومع الأكلة كده هاحط لهم كده حبّة بقى مخلِّل وبصل أخضر، والحمد لله رضا. هنا تبقى البوتاجاز يعني نضيف مش عاوزة إلا تلميعة حاجة بسيطة، قُلت كده قبل ما أحط الأكل هادّي له ألمّعه كده على طول وأنا واقفة كده، ومش محتاج دعك يعني، هو بس كده مكان الردة كده مكان العيش، فيعني هو نضيف. بس كده حطيت لهم بقى كده أكل كده حبايبي شوية مخلل بقى مشكلين كده، يا رب طريقتي يعني النهارده ما عملتش حاجة ما عملناش أنا البطاطس، بس يا رب الطريقة البسيطة تعجبكم. طبعًا الفول والطعمية يعني مش محتاجة يعني فيها تكات ولا فيها حاجة. طبعًا البطاطس دي بتتعمل بكذا طريقة، كل واحد بقى له طريقته، في اللي بيهرسوها يحطوا معاها لبن ومش عارفة وقشطة مش عارفة مش عارفة وإيه، وفي اللي بيعملوها ببيض بس من غير توم، يعني زي ما كل واحد ما يعني كل واحد ما بيحب حاجة يعملها، كل واحد له طريقة. هنا بقى حبة المواعين بادعكم، طبعًا في الوقت ده كان صباعي خلاص بيولّع من الغسيل الهدوم وكده، رغم إن أنا طبعًا الصباع مش باعمل بيه حاجة، يعني مش باحمّل عليه لمسة بسيطة كده بيوجعني، بس بقت أهو بنعافر كده ونعمل اللي ورانا. فالوقت ده كنت عاملة زي العيل الصغير مش عارف يعمل، اللي مش عارف يدعك المواعين.
طبعًا مش هنرتاح لمّا نعمل اللي ورانا. أنا ابني بيقول لي: "يا ماما خلّوهم أنا هادعوكم." بس دلوقتي إيه، كان وراه مذاكرة وكده، يقول لي: "خلّوهم بالليل هاعملهم." قُلت له: "يا ابني لسه خلّوهم بالليل." "لأ أنا مش هارتاح لمّا هم يدعكوا والمطبخ يبقى رايق كده." قُلت له: "لأ، المهم أنا أدعوكم." يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واترككم في رعاية الله وأمنه، مع ألف سلامة، في رعاية الله يا حبايبي.